آه، تعالوا نشوف مع بعض ايه هو السؤال اللي تقريبا كل يوم بتسأله. كل يوم بلاقي استفسار عنه في الجروبات، كل يوم بلاقي عنه أسئلة كتير جدا. فحاولت الأسئلة كلها أجمعها لكم في الفيديو ده. إن شاء الله يكون فيديو سريع بس هيكون مهم جدا جدا، لأنه هو هيكون بيركز على زي ما قلت لكم واحدة من أهم الأسئلة. لو عايزين تعرفوا ايه أهم سؤال لازم تكملوا الفيديو للآخر. يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. يلا مع بعض نعمل ابلكيشن سريع على الام اي سيز وجزء الفارماكودايناميك والفارماكوكاينetics في واحده من اهم الدروجز اللي حاليا بنقدر نستخدمها وبنستخدمها كتير جدا، وهي استخدام الامبيسيلين سالباكتين في حالات التريتمنت اوف اسينيتوباكتر انفكشن، خصوصا الاكس دي ار او المالتي دراج ريزيستنت فورم من الاسينيتوباكتر. طبعا كريفيو سريع، الاسينيتوباكتر واحده من الجرام نيجاتيف بكتيريا، بتعمل لنا ريزيستنت دي اكس دي ار، وبتعمل لنا كاربابين ريزيستنت، فغالبا بتبقى بان دراج ريزيستنت او اكس دي ار. ساعتها الجايد لاينز عملت ريكومنديشنز ان احنا ممكن نستخدم الامسين سالباكتين بالهاي دوزز علشان خاطر نقدر نقضي على الاسينيتوباكتر. الدوز اللي ريكومندد اكوردنج للجايد لاينز في حالات الريزيستنس هي دوز كبيره جدا، يمكن بتخوف كتير قوي من الدكاتره، وهي 9 جرام كل 8 ساعات اوفر 4 اورز، فبتبقى اكستندد انفيوجن وهاي دوز 9 جرام، لان احنا يوجوالي الدوز اللي بنستخدمها بتبقى من 1.5 ل 3. او بدي بقى ال 27 جرام كلهم لوكشه واحده كده ككونتينوس انفيوجن على مدار 24 ساعه. اوكي. ممكن في حالات المايلد انفكشن نقل شويه بال 9 جرام ونخليهم 3 جرام، بس بنزود الفريكونسي بيكونوا كل 4 ساعات. اوكي. بنعمل الموضوع ده especially كمان لو العيان intolerant او في توكسيسيتي من الامبسين سالباكتين، ممكن ندي الدوز اللي هي 3 جرام كل 4 ساعات. بس هل بنستخدم الامبسين سالباكتين لوحده؟ لا، لازم يكون بارت من الابروبريت كومباينيشن، بالذات في حالات المودريت تو سيفير. وناخد بالنا ان امثله سلباكتم حتى لو طلع ريزيستنت في الكالتشر وي شود يوز ات بالهاي دوز مع كومباينيشن زي الباجاسيل والبادنكس. كده احنا حاولنا نعمل ريفيو على الدوز في النورمال كيدني بيشنت، الناس ما عندهمش رينال امبيرمنت. طيب وات اباوت الناس اللي عندها رينال امبيرمنت؟ خدوا بالكم ان الدوز ادجستمنت في الرينال امبيرمنت بتبقى بيزد على ريكومندد دوز اللي هي 1.5 كل ل 3 جرام كل 6 ساعات. اوكي. expressed as a total grams for ambisant sulbactam. فانا دايما لما بعمل دوز ادجستمنت في الرينال امبيرمنت باخد بالي ان انا هعمل دوز ادجستمنت بيزد على التوتال جرامز، فبيزد على عدد الجرامات اللي انا بديها، ده انا هغيره اعمل له ادجستمنت حالات الرينال امبيرمنت. وكمان هلعب في الفريكونسي زي ما انتم شايفين، انا بدي كل 12 ساعه او كل 24 ساعه. اوكي، على حسب الكيدني فانكشنز قد ايه. خلينا ناخد اكزامبل. بس قبل ما ناخد الاكزامبل خلينا نشوف مع بعض انه لو الكرياتين كلينز اكتر من 30 مللي بير مينت انا ما بعملش دوز ادجستمنت اصلا. لو من 15 ل 29 بعمل دوز ادجستمنت للتوتال جرامز اللي عندي، وكمان بعمل ادجستمنت للفريكونسي، بدل ما هي كل 6 ساعات بتبقى كل 12 ساعه. كمان بعمل لو هو كليرنس من 5 ل 14 مللي بير مينت بعمل فيرذر ادجستمنت وبديها كل 24 ساعه. طب ليه انا ببص على موضوع التوتال جرامز؟ زي ما انتم شايفين ان الريكومنديشن 1.5 ل 3 كل 6 ساعات. يعني توتال لو هنتكلم على 3 جرام نتكلم على 3 جرام كل 6 ساعات، يعني 3 جرام 4 مرات في اليوم، يعني 12 جرام في اليوم. 12 جرام في اليوم. ال 12 جرام دول متوزعين على مدار 12 جرام في اليوم، ودول متوزعين على مدار 6 ساعات، يعني 4 مرات في اليوم. اوكي، ده النورمال دوز. خلاص. طيب لو نيجي نقارنها بالهاي دوز، الهاي دوز انا بدي 27 جرام، بدي 27 جرام. فلو انا بدي في الدوز العاديه 12 جرام، فانا في العادي بدي 27 جرام. دول بديهم على مدار 6 ساعات، ودول بديهم على مدار 8 ساعات. اوكي، ده كده النورمال دوز. طيب تعالوا نشوف الدوز ادجستمنت، وليكن العيان في الكاتيجوري ده من 15 ل 29. طب هنا التوتال دوز كام؟ لو احنا بنتكلم على 3 جرام بيتاخد كل 12 ساعه، يعني 6 جرام في اليوم. تعالوا نحط 6 جرام هنا تحت. العيان النورمال هنا كان 12 جرام في العادي، حولناهم ل 27 جرام كهاي دوز. طيب بقى رينال امبيرمنت ده بياخد التوتال جرامز بتاعته 6 جرام، يبقى هنا هياخد كام؟
اعملوا طرفين في وسطين، 27 في 6 على 12 هدينا 13.5 جرام. 13.5 جرام دول هديهم كل قد ايه؟ دول توتال ديلي دوز. العيان في الكاتيجوري ده بياخدوا كل 12 ساعه، فبالتالي هقسم ال 13.5 جرام كل 12 ساعه يعني مرتين في اليوم، يعني هقسمهم على 2 هدينا 6.75. يبقى العيان ده المفروض ياخد في الجرعه الواحده 6.75 جرام كل 12 ساعه. طب 6.75 جرام دول هجيبهم ازاي؟ الفايل الواحده فيها 1.5 جرام، يبقى ال 6.75 جرام دول موجودين في كام فايل؟ اضرب طرفين في وسطين هيطلع لك كام فايل؟ 4.5 فايل. طبعا النمبر اوف فايلز اللي انا حسبتها هي دي النمبر اوف فايلز اللي انا هديها according بقى، هظبط الفريكونسي according to the degree of the renal impairment. يعني لو العين من 15 ل 30 يبقى ساعتها هديله انترفال كل 12 ساعة، أقل من 15 يبقى هديله كل 24 ساعة. question number 3 بقى، طيب هندي loading dose ولا مش هندي loading dose؟ ويعني ايه loading dose في الامبيسيلين سالباكتين؟ loading dose في الامبيسيلين سالباكتين او في البيتا لاكتامز عموما هو ان احنا ندي اول جرعه مش extended infusion ومش continuous infusion، ندي على مدار نص ساعه، على مدار ربع ساعه، يعني اكنها اي في سلو انفيوجن او اي في بولس according بقى للادمنستريشن بتاع كل بيتا لاكتام، وبنديه علشان نوصل للام اي سي. طيب هل ده recommended؟ yes recommended according للسرفايفنج سيبسيس كامبين 2021. زي ما حضراتكم شايفين ان اللودنج دوز مهم جدا بالذات في حالات ان البيشنت يكون سيفير والام اي سي تكون قليله، فبساعد كده على ان يبقى في اتشيفمنت الام اي سي اسرع. وادى اكزامبل على البيبرسيلين تازوباكتم وقال لك ان احنا اول دوز ممكن نديها على مدار نص ساعه، وبعد كده ببتدي ان انا ادي النكست دوز بعد 4 ساعات لو الكليرنس اكتر من 20، وبعد 8 ساعات لو الكليرنس اقل من 20 مللي بير مينت، وده بيبقى اكوردنج للسكادجولد دوز. اوكي طيب اخر جملتين دول مهمين جدا واستوقفوني، ان هو قال لك of note administrating loading dose is not has been shown to decrease mortality or time to clinical improvement compared to the initial treatment with extended infusion، وده الريفرنس بتاعه. طيب انا قابلتني حاجه زي كده، بغض النظر احنا بنتكلم على امبيسيلين سالباكتم، قابلني ريفرنس بيقول ان انا ادي لودنج دوز، وريفرنسز ثانيه قالت لك ما نديش لودنج دوز. همشي مع الريفرنس ده ولا همشي مع الريفرنس ده؟ لازم ابص على الريفرنس ده او البيبر دي كانت بتاريخ كام واتنشرت فين علشان اقدر اعمل كريتيكال ابريزل واشوف انا همشي مع اي جزئيه من الجزئيتين. طيب loading doses or not ده الريفرنسز. لو حضراتكم هتبصوا هتلاقي ان الريفرنسز اللي هو مستند عليها في عدم استخدام اللودنج دوز هي اديشن 2010 والبيبر الثانيه اديشن 2014، فدول اقدم من السرفايفنج سيبسيس كامبين 2021 اللي كانت بتريكومند ان احنا ندي extended infusion. وبالتالي as a recommendations احنا المفروض نمشي مع السرفايفنج سيبسيس كامبين لانها دي جايد لاينز مش بيبر، فبالتالي بتستند على كذا جايد لاينز على كذا بيبر. وتاني حاجه الجايد لاينز الليفل اوف ايفيدنس بتاعها اعلى. ثالثا هي 2021، فزي ما احنا عارفين 2021 هتبقى اجدد من 2010 و2014. بعد ما خلصنا الجزئيه بتاعت هندي لودنج دوز ولا لا، وقصه الرينال امبيرمنت واليوجوال دوز هل هي ريكومندد ولا لا، ورقمها كام 9 جرام 27 ولا الدوز دي عاليه. نتكلم بقى دلوقتي على الادمنستريشن. نقطة مهمة جدا انه لان الامثلة سالباكتم بيتاخد فريكوينتلي، فكانت الريكومنديشن هو لازم يتاخد around the clock. يعني ايه around the clock؟ انا حاطه لكم الديفينيشن بتاعها تحت. around the clock معناها ان انا اديها في اوقات ثابته. لو هتدي 12 يبقى دي 12 6 12 6، هدي كل 8 ساعات يبقى 8 10 2 وهكذا، لانه around the clock timing بيقلل الفاريشن وبيقلل الافاريشن بالبيك والتراف، وبالتالي بيحسن من الفارماكوكاينetics وبيحسن من الليفلز بتاعت. زي ما قلنا الادمنستريشن ممكن يبقى بسلو انجكشن
على 10 15 دقيقة، وانفيوجن على 15 ل 30 دقيقة، أو اكستندد على 4 ساعات، أو كونتينوس انفيوجن. من برضه من الاسئله اللي كانت بتيجي على الجروبات ان احنا لما هنخلص اكستند انفيوجن 4 ساعات هعد النكست دوز من بعد ما الاربع ساعات ينتهوا، ولا من الستارتنج اوف ذا دوز من الاربع ساعات؟ طبعا الاجابه كده واضحه ان انا هستارت من الوقت السكادجول اللي انا حاطاه، ماليش دعوه الانفيوجن خلص امتى، لان انا لو اخدت في اعتباري بعد ما الانفيوجن يخلص هعد تاني 6 ساعات او 8 ساعات عشان ادي النكست دوز، ده معناه ان انا كده بنزل عن الام اي سي، وكده كده انا بعمل ثيرابيوتيك فيلير. نقطه برضو مهمه جدا ان انا هدي على كونتينوس انفيوجن ولا لا، على اكستند انفيوجن في بعض الادويه من الامثله سالباكتين زي الميروبينم لازم اتشيك الادمنستريشن والليفلت انسرت الدراج انسرت، علشان احنا دايما بنستخدم جينيركس ما بنستخدمش براندز، فممكن يكون الجينيرك اللي عندنا ما بينفعش ان احنا نستخدمه اكستندد انفيوجن، فبالتالي الانستابيليتي بتاعته لا تسمح ليه ان هو يتحل ويفضل الفتره دي كلها موجود. الكلام ده كمان ابلاكبل مع الميرينم، فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا من القصه دي. كده انا خلصت الجزئيه بتاعت الامثله سالباكتوم، يا رب تكون مفيده واكون جاوبت على اسئله حضراتكم.